السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفرجنا منذ قليل على مباراة المنتخب السعودي ومنتخب المكسيك. النهاردة المنتخب السعودي بيخيب أملنا في التأهل لدور ال16، وقدم مباراة متوسطة المستوى. كنا حاطين أملنا إن هو يصعد للدور التالي، ولكن المنتخب السعودي ما أداش الدور المطلوب. اللعيبة النهاردة مش واقفة على رجليها كويس، المدرب خطته تعبانة بصراحة. بعيب على لعيبة المنتخب السعودي إن هم لعيبة اتغرت بعد مباراة منتخب الأرجنتين. اللعيبة اتغرت، وزي ما بنقول بالبلدي كده خدت في نفسها مقلب. مش معنى ان انا فزت على الارجنتين يبقى انا مثلا هفوز على اي منتخب يقابلني. لا، مش هي دي الكورة. الكورة بتدي للي بيبقى عنده روح. اهم شيء يكون عندك روح في الملعب، بعد كده يبقى عندك ضبط وتنظيم خطوط. بعد كده بيبقى عندك من ده الشغل ده من اللعيبة. والشغل التاني ان هو يكون الواحد عنده المدرب يبقى مصحصح ومذاكر الفرقة اللي قدامه كويس، بيحاول يقفل مفاتيح اللعب على قد ما يقدر، إذا كان مفاتيح اللعب من الأجناب أو من العمق. بعد كده بيبني خطته على لعيب أو اتنين بيبقى مساعدينه مفاتيح لعبه هو. هيرفي ليونارد بصراحة النهاردة أخطأ من ناحية الخطة اللي بيلعبها. اللعيبة بصراحة اتغرت من ساعة ما فازت على منتخب الأرجنتين، وتهيأ لها إن اللي بيفوز على منتخب الأرجنتين يبقى كده يتصدر المجموعة. النهاردة اللعيبة ما أدتش، لعيبة مرهقة وتعبانة. هي عملت ماتش قدام الأرجنتين ممتاز وعمل مجهود خرافي. معرفش هل الأداء اللي هو لعبوه قدام الأرجنتين أثر على مجهودهم البدني. أعتقد كده إن هو كده، إن المنتخب السعودي النهاردة لياقة بدنية تعبانة بصراحة يعني. الدفاع بصراحة الدفاع مفتوح، خصوصا في الشوط الثاني. دفاع مفتوح شارع. المنتخب المكسيكي بيعمل هجمات مرتدة عليك بكل الطرق، من على الأطراف ساعات، من العمق ساعات، من بالوان تو هات وخد ساعات. فكان مشكل على المنتخب السعودي خطورة كبيرة. وكان سلاحه التسديد من المرمى عن طريق الكرات الثابتة. شفنا الجون الأولاني اللي جه للمكسيك، أو الهدف الثاني شفنا الهدف الثاني اللي جه لمنتخب المكسيك بكرة ثابتة. في الكرة دي المفروض اللي بيتحمل مسؤولية الهدف ده حارس المرمى اللي هو محمد لويس. المفروض هي الكرة رايحة في مكان بصراحة قاتل، وفي مكان بعيد عن متناول الحارس، ولكن اللي بيخليني أحمله مسؤولية الهدف إن المسافة كبيرة. المسافة ما بين الكورة والمرمى مسافة كبيرة جدا. يعني عنده فرصة إن هو يتحرك وياخد خطوتين ويروح للكورة مرتاح، وكان يقدر يمسكها كمان لو هو راح، بس للأسف راح متأخر وملحقش الكورة. ولذلك تلاقي إن الحارس رايح وجسمه أقل من الكورة، من مستوى الكورة، فإنه راح متأخر، وصل متأخر للكورة، فالكورة عدت من فوق إيده. أنا بحمله بصراحة نسبة كبيرة، مش النسبة مش بحمله مسؤولية الهدف كامل، لا، ولكن نسبة كبيرة. الهدف بيتحمله حائط الصد أو حائط البشري اللي واقف للكورة.
وهو بيتحمل المسؤولية لأنه زي ما قلنا راح متأخر للكورة، لو راح بدري خطوتين كان قدر يطلعها، وفيه كرة بعديها بنفس الطريقة وأصعب من الهدف نفسه. محمد العويسي لما خد خطوتين وقفل زاويته كويس راح له الكورة فطلعها مرتاح وكان يقدر يمسكها، مع إن الأولانية أسهل بكتير من التانية. الحمد لله إن النتيجة طلعت 2-1 وقدر المنتخب السعودي يجيب هدف حفظ ماء الوجه، وخروج مشرف للمنتخب السعودي مع الأخذ في الاعتبار الأداء اللي لعب بيه اللعيبة والمدرب المغرور هيرفي رينارد. بصراحة مدرب بعد ما فاز على الأرجنتين بقى مدرب مغرور. المفروض مش كل كورة إن أنا مثلا فزت على منتخب كبير زي الأرجنتين يبقى هفوز على باقي الفرق، لا، ابني خطتك على قد المستوى أو على قد مستوى الفرقة اللي قدامك علشان تقدر تجمع قواك وتركز في الملعب وتركز على مفاتيح لعبك وتقفل مفاتيح لعب الخصم كويس. بالشكل ده تقدر إن شاء الله تعمل نتيجة كويسة. المهم قدر الله ما شاء فعل، كنا بنتعشم خير في المنتخب السعودي إن هو يصعد للدور التاني، ولكن هي دي الكورة وزي ما بيقول المثل تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فمش كل اللي احنا طالبينه هيتحقق. احنا كنا بنتمنى من ربنا ان المنتخب السعودي يحقق لنا نتيجة ويفرحنا على الأقل. باقي دلوقتي منتخبين، منتخب واحد اللي هو منتخب المغرب بنتعشم فيه خير ان هو ان شاء الله يفرح الكرة العربية والكرة المغربية بشكل خاص. بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي. يلا الحمد لله ان الامور عدت على خير والنتيجة ما كبرتش، مع ان دفاع المنتخب السعودي كان مفتوح لدرجة كبيرة. بنتمنى ان شاء الله للمنتخب السعودي التوفيق في المباريات اللي جاية في بطولة آسيا أو بطولة أخرى إن شاء الله. وشكرا للمنتخبات السعودي والمنتخب التونسي اللي عملوا مجهودات كبيرة وفرحونا بصراحة في بعض أوقات البطولة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.